طبعًا قاعد أنت على نار بكرة كأس العالم أول ماتش، تعالَ يا باشا معايا كده واحدة، واحدة سواء كنت مصري، جزائري، مغربي، قطري، جزائري، واخد بالك أنت عربي، تعالَ يا باشا هنتوقع ونجيب لك المجموعات كلها، في ناس أصلًا ما تعرفش فرق كتير جدًا أو منتخبات كتير جدًا في المجموعات، تعالَ يا باشا الشرح معايا وشوية أرقام خاصة بمنتخبنا الوطني وبمجموعة منتخبنا الوطني، تعالَ، تمام، نبدأ بسم الله، أول مجموعة اللي هي الماتش بتاعها بكرة بأمر المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبيه التشيك. طب مين هيتاهل يا ابو علي؟ من وجهه نظري واحد مكسيك، واخد بالك انت، واحد تشيك من وجهه نظري. تعال نكمل بسم الله. تاني مجموعه قطر، كندا، سويسرا، البوسنه والهرسك. منتخبات زياده كتير قوي يا جماعه، منتخبات ده في دول مش موجوده على الخريطه، ما اعرفش جبت الدول دي منين. انا من وجهه نظري كندا ومعاها سويسرا. قطر الدنيا مش متظبطه شويه. المجموعه الثالثه اللي هي نار بصراحه، ويعني حظ وحش قوي للمغرب، البرازيل، هايتي مش ضعيفه، ادت نيوزيلندا 4 اللي هي اللي هتلاعبنا. هجيب لك شويه ارقام بلح هروق عليك، تمام. هايتي ده ايه اصلا؟ المغرب، اسكتلندا. مين اللي هيتاهل؟ من وجهه نظر يعني البرازيل طبعا دي نمره واحد. مجموعه مش سهله، هايتي واسكتلندا مش هتبقى سهله على المغرب، بس ان شاء الله بامر الله اخواتنا المغاربه يتاهلوا. صعبه مش سهله، تمام. نخش على المجموعه الخامسه بقى، المانيا، كوت ديفوار، الاكوادور، كوراساو. كوراساو دي مش عارف دي في قاره ايه، انا مش فاهم دي، ولا دي قاره لوحدها، ولا انتوا مخبينها وطلعتها، مش عارف، محدش فاهم المنتخب ده او الفريق ده، مش عارف ده فريق مش منتخب. فانه قاره اقسم لك بالله ما اعرف انه قاره. تمام. مين هيتاهل المجموعه دي؟ عندك المانيا وكوت ديفوار، وكوت ديفوار الحصان الاسود، وتعالى انا وانت نتحاسب قدام. كوت ديفوار داخله كاس العالم ده تقيله وهفكرك، تمام. المجموعه اللي بعد من المجموعه اللي هي السته، اليابان، تونس، هولندا، السويد. نار نار يا حبيبي، اسمع مني، المجموعه دي ضرب نار ضرب نار. عندك اليابان برضو فريق منظم، هم منظمين بس ما بيعرفوش يلعبوا كوره، هم بينظموا بس، واخد بالك. انا من وجهه نظري ان شاء الله هولندا، تمام. واتمنى تونس، اتمنى تونس، بس تونس هيكون صعب الموضوع، فالسويد اللي هتأهل هيبقى هولندا والسويد، تمام. خش على المجموعه كام؟ المجموعه السبعه اللي هي بتاعتنا، لا خليها دي ورا شويه، معلش خليها دي ورا عشان دي حاجه خاصه يعني، تمام. اسبانيا، المجموعه الثامنه، اوروجواي، السعوديه، كاب فيردي. مين هيتاهل؟ اسبانيا طبعا. وللاسف المنتخب السعودي الفتره دي مش قوي شويه، فاحنا نستثني المنتخب السعودي من كاس العالم او البطوله دي، وحاول يعني تظبط الدنيا، المنتخب السعودي صعب جدا انه يتاهل. فبالنسبه لي اسبانيا وكاب فيردي. ايه يا ابو علي؟ اسمع يا باشا، اكتب في الكومنت وتعالى حاسبني اخر البطوله، انا يا باشا كل ده متسجل حضرتك، اول ما يتاهلوا حاسبني، تمام. تخش المجموعه الكام؟ التاسعه اللي هي نار، وفيها برضه حصان اسود جامد برضه، هيوصل مراحل كبيره. فرنسا، السنغال، النرويج، العراق. ضرب نار، خلي بالك العراق مش ضعيف، يعني مثلا تشوف المجموعه تقول لك باشا لا المجموعه دي فيها العراق هياكل، لا العراق فريق تقيل، تمام. فانت عندك فرنسا، السنغال، النرويج. صعب تتوقع عشان عندك هنا في غزاله 24 طن، هالاند، في هنا بني ادم مش طبيعي، فالمجموعه دي صعبه. بس انت بتتكلم فرنسا طبعا ده شيء اساسي، معاها يا السنغال يا النرويج. من وجهه نظري السنغال تقيله، سيبك من النعامه اللي موجوده في النرويج دي، سيبك منها دلوقتي. طب نخش على مين؟ ارجنتين. تيم الارجنتين، الاردن، الجزائر، النمسا. مين هيتاهل؟ طبعا ارجنتينا، مع ان بطل كاس العالم لو كله يتوقع كده على طول بيطلع من النسخه بعدها من دوري المجموعات على طول، بس يعني الارجنتين لا غير. الارجنتين من وجهه نظري هتتاهل، هي ومين؟ هي والجزائر. اسمع مني، الجزائر برضه هتعمل بطوله كويسه. نخش بقى على المجموعه كام؟ المجموعه 11، اوزبكستان، البرتغال، كولومبيا، الكونغو. مين هيتاهل؟ طبعا انت بتتكلم دون كريستيانو، ومع مين؟ مع اوزبكستان. اسمع مني، اوزبكستان فريق تقيل جدا. نخش بقى على المجموعه كام؟ ال 12، انجلترا، بنما، غانا، كرواتيا. مين هيتاهل؟ طبعا من غير ما انت يعني وانت مغمض كده، انجلترا، ومعاها مين؟ معاها كرواتيا. تمام يا باشا، خلصنا من الجزئيه دي. نخش بقى على ايه معلمي؟ على ايه الفرق. يعني منتخب بلجيكا ده يعني لعب اخر 5 ماتشات، جاب فيه كام جون وكسب؟ ولا شوف يعني اخبار الراجل ده بيقول ايه، الراجل ده عنده ايه وعليه ايه وليه ايه، تمام. نصلي على النبي، صلينا على النبي. عندك بلجيكا، تمام، اخر 5 ماتشات جابت 14 جون، دخل فيها جونين، تمام. كسبت تونس 5، كسبت كرواتيا 2، تعادلت مع المكسيك، كسبت امريكا 5 برضو، اتعدت مع كازاخستان 1-1. انا مش فاهم يعني ايه علاقه كازاخستان، ويعني اتعدت مع فرق مش باينه خالص، سيبك منها. ده بلجيكا 14 وعليه جونين، تمام. طب نخش الايران اللي ممكن نقول فيه مستوى قريب، وده كده مفيش الكلام ده. ايران كسبت مالي 2-0، كسبت جامبيا 3-1، كان تمام. كسبت كوستاريكا 5-0، تمام. كسبت نيجيريا 2-1، هي مش في كاس العالم، وعامله ماتش مع البرتغال جامد قوي، تمام.
تعادلت ضربات جزاء كده، ماتش كده كان حب شبه الماتش بتاع روسيا كده، خسرت 4-3 قبل ما يسافروا. كانوا عاملين عارف انت الماتش اللي هي مالهاش لازمه دي في الجاي. طيب الراجل ده جاب 12 جون عليه جونين. ايران جاب 12 جون عليه جون. ركز معايا، نخش عليه نيوزيلندا الغلابه اللي شبهنا، تمام. خساره من انجلترا 1-0، خساره من هايتي 4-0، تمام. خساره من الاكوادور 2-0، خساره من كولومبيا 2-1. التعادل مع النرويج، ما اعرفش هالاند كان تعبان ساعتها واخد بالك انت، تمام. لبس 10 تجوان وجاب جونين. اوكي، ده الغلبان بتاعنا، تمام. خش بقى لمنتخبنا الوطني الشقيق. عمل ايه؟ خساره من البرازيل. سيبك ماتش روسيا عشان ماتش روسيا ده كان كفته، عارف انت اللي هو مش رز كتير كباب قليل، ما كانش مش ده مش ماتش اصلا. فماتش روسيا ده مش ماتش، ده كان بالحب كده، كانوا بيفرحونا، تمام. شباب ما كانوا عايزين يفرحوا ايران بس ما فرحوهاش. تمام. منتخب ايه؟ مصر. خش على منتخب مصر. خساره من البرازيل 2-1، تعادل مع اسبانيا 0-0، تمام. كسبت السعوديه 4 لان السعوديه ما كانش موجود اصلا خالص، تمام. كسبت كوت ديفوار ده في البطوله 3-2. خسرت من السنغال 1-0، تمام. جبت 8 تجوان عليك 5 تجوان. بالارقام، خلينا نتكلم بالارقام، انت يعني التالت، ويعني ممكن تتاهل يعني، بس انت عندك برضو فرق تقيله. بلجيكا طبعا انت عارف مصيرك معاها ايه، فانت ما تحاولش توصل بطموحك بعيد قوي عشان ما تقعش على وشك وتتدقلق كده وتيجي الاسعاف تشيلك، تمام. فانت حاول تشوف انت عاوز تعمل ايه، خدهم ماتش ماتش. يعني ماتش بلجيكا ده دافع يا باشا، دافع، جبت جون ماشي، واحد شوت، ما تعرفش تتدرب فسيبها على الله. فانت يا باشا نزل العيال دي، العيال دي حلوه، فيهم فرد اسمه عمر مرموش، اسمع مني محترم، فهو ربنا يكرمه ان شاء الله هيجيب جون بامرك يا رب. يعني احنا ربنا يكرمنا عشان احنا غلابه، بس كمدرب وتكتب والكلام ده ومش عارف اربعه، ما فيش الكلام ده على البايظ. احنا ربنا يكرمنا بدعوات، وطبعا بتبقى الدنيا بالليل يعني ركعتين كده وربنا يكرمنا بامر الله، تمام. الماتش الساعه 4 ماتش 6 ما حدش هيتفرج عليه اصلا، بس مش عارف بقى الناس ما فيش بقى الوطنيه برضو التكوين ده بنتفرج. خد بالك الناس على الشغل وايه، صاحيين مش شايفين حد شاف حاجه اصلا. نخش بقى على حاجه مضايقانا شخصيا، الناس كلها بتعمل اعلانات تحفيزيه. يعني مثلا قبل ما المنتخب باشا منتخب زي ما قلت ايه، قعدنا ينفخوا فينا ينفخوا فينا ينفخوا فينا. تقريبا حد سمعني راح جاي عامل اعلان احباطي اللي هو ايه، فتوح بيحلق قال لك يا باشا لا ده انا ظابط لك الحنايه على اسبوع عشان ترجع. ما حدش بيعمل اعلان في ده. الشكاكين شكاكين مين ده؟ احنا في يقين مش شكاكين، تمام. خلصنا من حسام عبد المجيد عاوز يتجوز ده، لا يا باشا انا مظبط الفرح كمان اسبوع. قال لا احنا هنقعد كتير برضه. ناس رامي ربيعه مش عارف ايه. جه بقى مين عند البروف اللي دايما بيجي يبروف علينا؟ صلاح ومصطفى. يعني الواد كان دمه خفيف لما كان لوحده، تمام. دخل الكابتن صلوحه خلى دمه اسفلت ابيض، لو مش موجود اصلا هو اسفلت لون امه اسود، طب هو خلاه اسفلت ابيض، تمام. هنعمل ايه؟ الله اعلم. محدش عارف حق. ممكن تسلك صدقني والله، شويه دعوات كده دوكو اتصاب، هي شويه دعوات كده مع شويه حاجات كده، تمام. ها جامايكا هنجوجا ماما هتلاقي الدنيا سالكه. قلت لك شويه ارقام بقى، عجبتك الحلقه تعمل لايك سبسكرايب، دلع وروق على اخوك. السلام عليكم.